السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة في ملعبك. الفيديو اللي معانا النهاردة هنتكلم عن مباراة نادي الزمالك وعن مباراة النادي الأهلي مع إنبي. هنبتدي الأول بمباراة نادي الأهلي مع إنبي. النادي الأهلي النهاردة يفوز على إنبي 2-0، والأهداف كانت لمحمد مجدي قفشة واليو ديانج، وفضل جنبه وفي ظهره ومسانده، والجمهور كمان كان في ظهره. برغم بعيدا عن الجمهور اللي كان بيقعد يتريق على مروان محسن، دول طبعا مش من جمهور النادي الاهلي. احنا لو بننتقد محمد مجدي قفشه فاحنا بننتقدك عشان تفوق لنفسك، عشان تاخد الكلام ده يبقى دافع ليك وقوه ليك. مش بننتقدك عشان نهدمك، مش بننتقدك عشان نهدك. الجمهور لما بينتقدك لازم يعرفك ايه السلبيات اللي عندك عشان تشتغل عليها. الفترة اللي فاتت يا قفشة كان في عندك حاجات كتير جدا في المستوى بتاعك مع النادي الاهلي. يعني حاجة من ضمن الحاجات، انا مش هتكلم كتير واقول انت كنت ايه او بتعمل ايه، بس الحاجة من ضمن الحاجات اللي كنت بتعملها الميس باص اللي كان بيتقطع منك في كل انحاء الملعب. فاتمنى ان انت يا محمد مجدي قفشه ان شاء الله تستمر على هذا المستوى وترجع تاني محمد مجدي قفشه اللي احنا نعرفه. بعد فوز النادي الاهلي النهارده يرتفع رصيده الى النقطة 30، ويكون في المقدمة بفارق عن الوصيف حتى الآن نادي الزمالك بفارق 5 نقاط. ده بخصوص مباراة النادي الأهلي مع إنبي. هنتكلم النهاردة عن مباراة نادي الزمالك مع الداخلية. أحرز نادي الداخلية هدف في أول المباراة، واستمر بالهدف ده إلى الدقيقة 95 في الوقت بدل الضايع. ثم أحرز محمد عبد الغني هدف التعادل في آخر دقيقة في الوقت الضايع للمباراة. الغريب بس عن نادي الزمالك طبعا المواسم اللي قبل الموسم ده، يعني الموسم اللي فات خد الدوري والموسم اللي قبليه نادي الزمالك خد الدوري، كان الجماهير نادي الزمالك كان كل كلامهم كان بيتقال احنا اللي هيتعادل معانا هيعمل فرح. لا، انا عايز اقول لك ان نادي الزمالك النهارده لما تعادل مع الداخليه هو اللي عمل فرح. جماهير نادي الزمالك بعد المباراه نادت على اللعيبه وقالت اللعيبه كلها تيجي عشان يحيوهم على التعادل. تمام، وبالتعادل ده هيبقى الفارق ما بين النادي الاهلي 5 نقاط بعد فوز النادي الاهلي النهارده على انبي 2-0. في لقطه هتشوفوها دلوقتي معايا لما اللاعب سامسون دخل في كوره رأسيه مع مدافع نادي الداخليه. بصوا اللعيبه بتقول له ايه، بصوا اللعيبه بتقول له ايه. بجد الواحد مش عارف الصراحه، يعني هو ده التركيز بتاعكم؟ ان اللعيب يوقع نفسه؟ هو ده التركيز؟ بتقولوا له اقع. امام عاشور قال له اقع 3 4 مرات. طب ادي اللقطه اتصورت، وادي كل ده تركيزكم في المباراه. طبعا دي من ضمن الاسباب اللي وقعت نادي الزمالك النهارده، ان انت بتركز ازاي مش تكسب المباراه باداء فني ولا اداء تكتيكي في الملعب، لا انت ازاي عايز تخطف ضربه جزاء بالحرام، عايز ازاي تقع جوه ال 18 عشان تاخد ضربه جزاء وخلاص. بعد مباراه نادي الزمالك طلع المستشار مرتضى منصور على قناه نادي الزمالك وقعد يتكلم عن المباراه وعن اللي حصل في المباراه. ومن ضمن كلامه عن اللي حصل في المباراه قال على فتوح وعبد الله جمعه معروضين للبيع. طب ليه يا عم؟ قال لك الاتنين دول واخدين مخدرات وواخدين منشطات وكانوا كمان مع نسوان. تخيلوا ان المهزله دي بتحصل من رئيس نادي الزمالك. يا عم مرتضى، 1 2 3 ستر، ده 1 2 3 ستر.
بتاعت المؤمن، بعيدا عن ان انت رئيس نادي، تمام، وبعيد عن يعني خلي عندك يعني من انك انت تبقى انسان من جوه ما تفضحش الناس حتى لو هم كده، يعني حتى لو هم كده، تمام. ما ينفعش انت تطلع كده رئيس نادي يقول على اللعيبه بتاعته كده. ما ينفعش انت رئيس نادي تطلع وتقول على اللعيبه بتاعتك كده على الملأ للناس كلها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ في رئيس نادي يقول على اللعيبه بتاعته الكلام ده حتى لو هم فيهم الكلام ده؟ يعني حتى لو فيهم الكلام ده انت تقول عليهم الكلام ده؟ بجد دي مهزله. كعاده نادي الزمالك، كعاده نادي الزمالك بيخرج عن المسار اللي هو ماشي فيه بسبب الاخلاقيات، بسبب عدم النظام، بسبب ان هو مش عارف يكون زي النادي الاهلي. وعمر ما النادي الزمالك هيكون زي النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه ضوابط، في سيستم ماشيين عليه كل اللعيبه وكل المديرين وكل الناس في النادي الاهلي ماشيين عليه. السيستم ده محدش يعرف يخرج عنه في كل حاجه، واللي بيخرج عن السيستم ده بيبقى فيه عقاب رادع رادع عليه. هو ده النادي الاهلي. اتربينا على كده في النادي الاهلي، وتربينا نشجع النادي الاهلي وهو كده، وعمرنا ما هنشوف النادي الاهلي الا وهو كده. وزي ما النادي الاهلي باع او ساب عبد الله السعيد او رمى توبته هو ورمضان صبحي، فدول عشان دول ما يلقوش للنادي الاهلي، دول يليقوا للانديه اللي هم بيروحوها واللي هم فيها. واحد زي رمضان صبحي ده لما تبقى خارج، تمام، بعد انتهاء مباراه الاهلي مع بيراميدز وتتف في الارض 5 مرات عشان الجمهور بيتكلم معاك، انت بتعمل ايه؟ ده انت عيل، انت عيل. نادي الاهلي اللي رباك ياض، والنادي الاهلي اللي طلعك واللي عرفك للناس. فاكر ياض لما كنت صغير، ها، والخطيب طلعك معاه في برنامج مع خالد بيبو؟ فاكر ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ما عندكش بربع جنيه تربيه ولا احترام يا عم. حتى لو الجمهور كده، لعيبه افخم منك 10 مرات، قدك مليون مره، ما كانوش بيعملوا الكلام ده، وكانوا بيتشتموا من جمهور نادي الزمالك مليون مره في الملعب ولا كان بيقفوا. كعاده، ما انت نفس مثال شيكابالا، ما انت نفس مثال شيكابالا اللي بيخلي شيكابالا جماهير النادي الاهلي هتفضل تشتمه وهتفضل تقل منه ان هو بيرد. مفيش حاجه اسمها لعيب يرد على جمهور يا جماعه. لعيب بيقف قدام الاف، حاجه تعقل؟ دي مش حاجه تعقل. عماد متعب اتشتم في عرضه وفي بيته ما ردش ولا اتكلم. شريف اكرامي الناس كلها كانت بتهاجمه، وفي ماتش لبيراميدز كانت مع النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي قالت له يا خرم يا خرم يا خرم. بعد المباراه او في وسط المباراه عمل لهم كده. مفيش ماتش لعبه تاني شريف اكرامي جمهور النادي الاهلي شتمه ولا جه جنبه. وبعد التصريحات اللي طلعها في اللقاءات التلفزيونيه، لما طلع قال لك انا نزلت بوست على النادي الاهلي على الصفحه عندي بهنيه على فوزه ابطال افريقيا، وبسبب البوست ده خد جزء من نادي بيراميدز. ما ينفعش انت تقف قدام جمهور مهما كنت انت مين، مهما انت كنت انت مين. الجمهور ده مش واحد ولا اتنين، دول ملايين. ممكن يدمروا لك دنيتك ومحدش يعرف يعمل معاهم اي حاجه، ولا تعرف تجيبهم ولا تعرف تعمل اي حاجه. يدمروا لك نفسيتك نهائيا. وزي محمود علاء برضو، يعني محمود علاء النهارده ايه دنيته؟ نفسيه رايحه فين؟ معلش ايا كان، يعني برضو اللي عمله محمود علاء ان هو اتريق على الجون بعد ما جاب ضربه الجزاء وعمل له كده ومش كده والحركه اللي هو عملها دي. بس برضو يعني الناس حست ان فيه تكبر لما حطيته في دماغها. محمود علاء نفسيته في الارض طبعا، بعيدا عن ان محمود علاء كجون اللي جاب فيه ضربه الجزاء دي طلع واتكلم وقال لك ان محمود علاء ما كانش يقصد كده ولا اي حاجه، واحنا الدنيا ما بيننا كويسه وكل حاجه طبعا. ومحمود علاء ما فيش اي حاجه من اللي هو عملها دي عاديه جدا، يعني خلاص يعني عادي. بس قصدي اقول لك ان الجمهور لما بيحط حد في دماغه بص بيعمل فيه ايه.
ده اللي انا عايز اوصله لك، ده اللي انا عايز اقوله لك. وبس كده، وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. وان شاء الله على قد ما اقدر، على قد ما اقدر ان شاء الله. والله عندي ظروف صعبة جدا في شغلي وكده، بس على قد ما اقدر هطلع اعمل فيديوهات بعد كل ماتش للنادي الاهلي والنادي الزمالك. وان شاء الله كل الاخبار الحصرية واللي تخص اللاعبين واللي تخص عالم الكورة والرياضة هطلع اتكلم عنها. وان شاء الله في حلقة جامدة جدا عن كريستيانو رونالدو ان شاء الله بحضرها وهنزلها عندي هنا في القناة. ولو انت مش مشترك في القناة، اشترك في القناة وقدر تعب اخوك وفعل زر الجرس واعمل لايك على هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.